إذا لم يكن الإخوان المسلمين دول ممكن يكونوا الإخوان مش مسؤولين قوي، لكن القيادات مسؤولة. السلاح ده بيجي منين؟ بيوصل للناس إزاي؟ مين اللي بيشتريه؟ مين اللي بيدفع فلوسه؟ امبارح محمد بديع قال إن البلتاجي هو المسؤول عن كل حاجة، وهو اللي بيعمل كل حاجة، هو اللي بيبعت فلوس هنا وفلوس هنا وفلوس هنا، وبطبيعة الحال بيشتري سلاح. أصفت حجازي قال رسمي كده وعدي طبعا، لأننا كنا في ظل حكم الإخوان المسلمين، قال أنا بقالي سنة ببعت سلاح لروسيا لسوريا، بقالي سنة ببعت سلاح لسوريا. دي كلمة في منتهى الخطورة، ده بيتاجر في السلاح عيني عينك. يعني الحقيقة يعني شفنا العجب وشفنا المر وشفنا بلاوي متلتلة. على كل حال اليوم عدى بسلام، وإن كنا فقدنا شاب عن 30 سنة، بصرف النظر عن هو من الإخوان أو مش من الإخوان، أهو شاب مصري والدم كله يعني يحزن، يعني القتل يحزن. لكن أحيانا بتبقى مفيش مفر غير كده. لما تبقى أنت خارج بمظاهرة سلمية وفيها خرطوش، تبقى ملوخية بقى مش سلمية، تبقى مش مظاهرة سلمية إطلاقا. بس أنا كنت عايز قبل ما نخش في الأخبار وبتاع نتكلم مع بعض شوية كده دقيقتين ثلاثة على